اهلا وسهلا. دائما اخبار زوينه تفرحكم هذا العام ان شاء الله. كلشي غيطلع، كاع اللي فقد الامال انه يطلع هذا العام. هذا العام عامك ان شاء الله، فوجد راسك، وخصوصا الناس اللي دافعين النهار الاول وخا معطلين دافعين حتى ل 10 حتى ل 11 حتى ل 12. هذا العام ان شاء الله غيكون قانون جديد اللي غيمكنكم انكم تطلعوا هذا العام ان شاء الله. بيان فوزوز يطلع في البرلمان وقال لي ما غيكون قانون جديد، ولكن ما غيكونش فيه الكليك داي، وانما قانون متمم ومكمل القانون اللي موجود حالي، اللي عطاو في الكوطه فقط 82700. لكن الجمعيات ضغطوا بزاف، وبيان فوزوز استجب ليهم ودخل في البرلمان وقدم هذا القانون. فلا ما كننتظروا غير الموافقه ديالو ان شاء الله. قانون اللي غيمكن وغيضيف يعني كوطه جديده تقدر توصل حتى ل 160,000، يعني ضاعفوها جوج مرات. وبالتالي فحتى اللي ما كانش داخل الكوطه دافع مع 10 مع 11 مع 12 دافع حتى العشيه، غيكون عنده حظوظ وامال كبيره ان شاء الله يتقبل. وحتى الناس اللي دافعين معطلين في شي عمليات، مثلا كاين اللي دافع حتى 8 في شهر 4 حتى 6 في شهر 4، كاين اللي دافع نهار 28 في شهر 3. فكاينين امال كبيره ان شاء الله ان الكوطه تضاعف وتجاوز 100,000 يد عامله اللي محتاجين، وبالتالي غيكون امل كبيره ان شاء الله هذا العام كاع المداخل تدخل، وكاع اللي كان فاقد الامل انه يعني يسهل عليه الله. وهذا الشيء جا بعد ما الجمعيات ضغطوا بزاف، لان الجمعيات والناس اللي تقدمت حوالي 240,000 هذه فقط دفعت نهار 27 شهر 3 2023. وبالتالي فالجمعيات يعني اكدوا على انهم في امس الحاجه، وبالتالي من الضروري انهم يلبوا لهم ويسدوا لهم الحاجيات ديال سوق الشغل باش ينقذوا الموسم الفلاحي، خصوصا في الموديل السي. وبالتالي حتى الناس اللي غيطلعوا دابا فاكثريه من يعني غياخذوا التاشيره ما يدخلوا حتى السنه المقبله، فهما جد محتاجين انهم ينقذوا الموسم الفلاحي وانهم يسدوا الخصاص هذه السنه. وحتى العدد ديال 82 لا يسد الحاجيات ديال الفلاحه الكبار، وكذلك بعض الميادين كالبناء، لان اكثر الطلبات اللي تقدم في موديل بي 70% هي ديال مجال ديال البناء. فان شاء الله غيكون قانون جديد، ولكن ما غيكونش فيه الكليك داي، بل هو غيكون اضافي على القانون الحالي، وتقدر توصل الكوطه العدد يعني اكثر. واقول لكم انه العدد غادي يتجاوز 120 حتى 130 الف، وغيكون الضعف جوج مرات ان شاء الله، يقدر يوصل ل 160 الف يعني في الكوطه اللي غادي تكون ان شاء الله هذه السنه. وهذا الشيء راه اخبار مفرحه واخبار اللي غتفرح بزاف ديال الناس، لانني عارف بزاف ديال الناس دافعه معطله وفقدت الامل انها تخرج لها، ولكن ان شاء الله مع هذا ديان توتوسي يقدر يكون هناك امل. او تمسكين بالامل ديالكم ان شاء الله. واللي دفع هذا العام معطل بزاف، فالسنه المقبله غيكون ديكريتو فلوسي، فراه كل سنه كتفتح في ايطاليا منذ 1998 هو كيتفتح هاد ديكريتو فلوسي. ما نطولش عليكم، جات الفيديو فقط باش نفرحكم. ما تنساوش نتوما تفرحونا بشي جيم وكومونتير وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، باش حتى هما اللي كانوا فاقدين الامل ان واللي عندهم دافع معطلين يكون هناك امل ان شاء الله. عندهم نبقاو متمسكين الى اخر دقيقه. السلام عليكم.